موعد مباراة الجزائر والصومال القادمة في تصفيات كأس العالم يقترب، في مواجهة تبدو على الورق سهلة للخضر، لكنها تبقى مهمة من أجل مواصلة الصدارة بثبات. المباراة ستقام يوم الخميس على أرضية ملعب ميلود الهادف بمدينة وهران، في أجواء ينتظر أن تكون حماسية بحضور جماهيري كبير. وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب، 6 مساء بتوقيت الجزائر وتونس، و7 مساء بتوقيت مصر. المنتخب الجزائري يدخل هذه المواجهة وهو متصدر مجموعته برصيد 19 نقطة، ويبحث عن فوز جديد يقربه أكثر من حسم بطاقة التأهل إلى المونديال. في المقابل، يحتل منتخب الصومال المركز الأخير بنقطة واحدة فقط، ويطمح لتحقيق نتيجة مشرفة أمام أحد أقوى المنتخبات الإفريقية حاليا. مباراة ينتظرها عشاق الكرة الجزائرية لمشاهدة أداء الخضر ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية نحو الحلم العالمي.